مطالبات دولية بتسليم الطيار الجزائري إلى إسرائيل فورا، بعدما أمهر وأبرع في أنه يسلم المساعدات الجزائرية إلى الأراضي الفلسطينية. تعرفوا على القصة الحقيقية ونشاهد مقطع فيديو لذلك. كيف أوصل الطيار المساعدات إلى فلسطين؟ كيف وضعت الطائرة المساعدات على الأراضي الفلسطينية؟ لا يوجد مطار على الأراضي الفلسطينية، ولا يوجد أي شيء ممهد على الأراضي الفلسطينية لإيصال المساعدات إلى هذه الأراضي. كيف استطاع الطيار الجزائري أن يوصل المساعدات؟ هنا فقط الحكاية الصحيحة تعرفنا عليها وسنسرده عليكم. كيف أوصل الطيار هذه المساعدات؟ متابعين الأعزاء، ضعوا لايك وهيا نكمل معا. الطيار الجزائري في البداية هو طيار يبلغ من العمر 45 عاما، صغير في السن. استطاع هذا الطيار أن يمهر ويبرع حقا في تسليم المساعدات. بداية المساعدات نزلت أرض فلسطين عن طريق الفتحة الخلفية للطائرة، وهو الجزء الخلفي لها انفتح لأعلى، ومن بعد ذلك نزلت منه المساعدات. كيف استطاع أن يوصلها؟ استطاع عن طريق المراوغات في الهواء والطير على منخفض من الأرض. بالفعل كان طائرا في منخفض، واستطاع أن يمر ويعبر بعدما تم إطلاق النيران مباشرة على الطائرة من قبل قوات الاحتلال، ولكنهم لم يستطيعوا أن يسقطوا هذه الطائرة. لماذا؟ لأن الطيار هو طيار ماهر من الدرجة الأولى، لم يهبط بالطائرة إلى الأرض نهائيا، ولكن قام بإفراغ كل ما في الطائرة في مكان بداخل الأراضي الفلسطينية على الأرض، وهو على مقربة من الأرض، ثم طار مجددا ووصل بالسلامة وبفضل الله إلى الأراضي الجزائرية مرة أخرى. هنا يطالبون بهذا الطيار. موقف شجاع من الجزائر، موقف رائع من الجزائر. حيرهم بجد، حيرهم اللي عملوا الجزائري ده. الله أكبر عليك يا ابني.